يا صباح الفل يا مساء الجمال عليكم على حسب ما بتشوفوا الفيديو. النهاردة عندنا أكلة بقى كلنا بنحبها. عملنا شيش طاووق وعملنا رز كده بسمتي تحفة بالبودرة الزعفران والبصل كده المحمر، حاجة كده تفتح النفس. شايفين الشيش طاووق وجماله. عملنا شوية سلطة خضراء وعملنا صوص كده حلو بيتاكل مع الشيش طاووق، طعمه خطير، لازم تجربوه. تعالوا بقى ابتدينا ازاي. عملت التتبيله قبلها بيوم بصراحه وشلتها في التلاجة. احلى حاجه عشان تقعد في التتبيله تدي طعم احلى يعني. خلاص، بحط طبعا بقدونس مجفف، وحطيت مستردة. بس انا طبعا ابتديت بالتوابل الاول، حطيت التوابل وقلبتها، وده الجزء التاني من التوابل. يعني التوابل حطيتها وقلبتها، بتمسك في الفراخ اكتر وبتبقى احسن. بعد كده تحطي السوائل. خلاص، يعني دايما احسن حاجة تجيبي البهارات بتاعتك وتتبلي الفراخ. خلاص، لو في سوائل بقى زي مثلا باربيكيو، صويا صوص، عسل بتاع، خليها في الاخر. تمام. هنا حطيت بقدونس مجفف، حطيت ماسترد، حطيت كاتشب. خلاص، حطيت كريمة. اوكي، عصير ليمون. الكريمة بتطري اللحم الفراخ كده، بتخليه حلو وطعمه حلو جدا. خلاص، عصير ليمون. ممكن كمان تحطوا سراتشا لو عايزينها سبايسي. تمام. كل ما تقعد بقى في التتبيلة كل ما هتكون احلى. خلاص، يبقى الحتة دي جت قبل ما احط البهارات جايه لكم دلوقتي، استنوا عليا. اوكي اهو، جت اهي. يبقى بصوا، انا غسلتها وقطعتها. هبتدي احط البهارات. عندي حبهان كزبرة ناشفة. تمام. وعندي فلفل اسود، وعندي بصل باودر. اوكي، عندي توم باودر، وعندي بابريكا. دي البهارات بتاعتي. وطبعا حطينا الملح. هقلب بقى زي ما قلت لكم في الاول، هقلب. اوكي، وهحط كمان البهارات بتاعت شيش طاووق بتاعت ماجي. ودي برضو بهارات شيش طاووق بس بتاعت اللي هي سبايسي. خلاص، بس خلصنا تبلنا، شلتها في التلاجة لغاية تاني يوم. ده بقى تاني يوم. اوكي، هبتدي اعمل بقى الصوص اللي بقولكوا عليه. احط كوباية كده من الزبادي. اوكي، وعندي كوباية من المايونيز. وقطعت خضار كده، شوية بصل، بحب قوي البصل المشوي والفلفل المشوي. بصل وفلفل الوان، فلفل اخضر، طماطم. بصوا عشان ما تتوهوش، حطيت كوباية زبادي، كوباية مايونيز. تمام. البهارات بقى اللي حطيتها على الخضار، حطيت بابريكا، بصل باودر، توم باودر. كده ظبطي الكلام. معلقتين كده من الخل وليمون. اوكي، يبقى كوباية من الزبادي وكوباية من المايونيز وخل وليمون. وهجيب الثوم كمان، وعسل، وثوم. تمام. بقدونس مجفف.
هبتدي بقى ايه اضرب كل المكونات دي مع بعض، هتعمل لي صوص تحفة يتغمس كده. عايز بقى عيش طري كده وتغمسي بيه حاجة كده تحفة. شفتوا ضربته بصوا جمال تحفة جدا، جربوها يعجبكم. خلاص يبقى زبادي، مايونيز، عسل، توم، خل، ليمون، اوكي، وحطيت كمان بقدونس مجفف. بصوا البصل كده بقطعه جوانح عشان ايه؟ عشان الرز. لما بحمر بصل كده مش شرط يكون مقرمش زي الكشري، لا، بحمره كده في زيت كتير وبحطه كده مع الرز البسمتي بيديله طعم حلو جدا. يلا بقى عندي بقى الحلة بتاعتي هنا. كنت نقع الستيكس بتاع الشيش تاووك في مية باردة. اوكي، عندي فلفل الوان كمان، قلت ايه يدي شكل كده وطعم حلو للفراخ. جبت بقى صينية كبيرة وحطيت عليها شبكة وهبتدي ارص عليها ايه الشيش تاووك. خلاص، وهحط في الصينية دي مية مغلية. تمام كده عشان البخار كده يطلع على الفراخ ويطريها متبقاش ناشفة. انتوا عارفين ان الصدور بتنشف بسرعة، فما بتكونش زي بتاعة الوراك. يعني بتاعة الوراك بتكون اطرى، بس انا بحب الصدور. اوكي، احط بقى شوية كده من الزيت وهحط بقى ابتدي ايه احمر البصل بتاعي اللي قلتلكوا عليه. بيدي شكل حلو للطبق وطعم كمان حلو. بس احمر بقى البصل كده وهبتدي اشيش معايا ايه الفراخ بتاعتي على حسب بقى الالوان اللي انتي بتحطيها او بتحبيها. حطي بقى ايه فلفلايه حمراء. بصوا كنت نسيت ان انا احط ملح. دايما لما بتبل حاجه ما بحطش الملح في التتبيله، قبل ما اجي اسوي على طول بحط الملح. اوكي، وفي حاجات بحط لها الملح وانا وهي على النار. تمام كده، عشان الملح كده بيخلي الحاجه تشد وما تستويش بسرعه وكده. فانا يعني بحاول ان انا اخر ايه ان انا احط الملح. حطي بقى الوانك بقى كده وخلي بقى الستيكس بتاعك لونه يعني شكله كده يفتح النفس من الفلفل الالوان والبصل، وبيدي طعم كمان للفراخ. اوكي، بس انتي بقى لو ولادك ما بيحبوش الحاجات دي يعني ما تكتريش، عشان حرام كل ده اللي هتعمليه هيترمى، بس هيكون شكله بس، لان معظم الولاد ما بياكلوش الحاجات دي. تمام، ببتدي بقى اشيش كده واحط ايه على الشبكة اللي قلتلكوا عليها. تمام، زي ما احنا شايفين كده. من الاكلات الصيفي الخفيفة، الحاجات المشويات دي بتبقى حلوة جدا بصراحة، ولا صلصات ولا بتاع. ده مع شوية الرز والسلطة كده زي الفل. تمام، اوكي، هبتدي بقى اعمل الكمية بتاعتي كلها. والرز البسمتي زي ما قلت لكم اللي بالبصل ده جربوها يعجبكم. طبعا غليت ميه وحطيتها في الصينيه ومولعه الفرن بتاعي. اوكي، بس للاسف انا ساعتها كنت مستعجله، فحسيت ان ايه لا كده الوقت ابتدى يضيق معايا وانا خارجه وكده، فقلت بقى ايه
جبت الوok اوكي، وحطيتها على البوتاجاز وابتديت ان انا اسوي فيها. هتشوفوا دلوقتي هنا حمرت البصل اهو زي ما انتم شايفين. اوكي، هشيل بقى البصل ومكانه هنزل بالرز. طبعا الزيت منكه بقى بالبصل زي ما احنا عارفين، فهيدي طعم حلو. الرز البسمتي بيحب الزيت وبيحب ان انت تشوحيه كويس وتنزلي عليه طبعا بميه مغليه، هتلاقيه مفرفر معاكي ومش معجن ولا اي حاجه خالص، وهيطلع معاكي زي الفل. شوحي كويس وانزلي عليه بالميه السخنه كده. تمام. ولما تبتدي خلاص ان الميه هتتشرب، يعني شايفين الخرام دي، ساعتها بقى بحط بقى الالوان بتاعتي، بحطي بودره الزعفران زي ما يعجبك. عايزه تدوبيها لو مكعب بتدوبيه في ميه، شويه ميه سخنه، وتحطيه كده على جنب. اوكي، وانزله كده بالمعلقه واسيبه بس. خلاص لما بقى يستوي خالص ببتدي ان انا اقلب. تمام كده. الرز فظيع، بصوا مفلفل وخطير، وما بيحبش تقليب كتير، يعني ايه، سيبيه في حاله يعني ما تجيش جنبه، قلبيه بس في الاول، بعد كده سيبيه، مش كل شويه والتاني بقى تقلبيه. بصوا هنا بقى لقيت الوقت كده ايه، لا هيطول معايا، فرحت بقى جايبه الوok دي حلوه قوي، اللي هي الزهر دي. في التسويه بتدي تسويه ممتازه ولون حلو. فجبتها بقى وحطيت بقى، طلعت الفراخ من الفرن، يعني خدت بتاع نص سوا كده، ورحت ايه مكمله عليها فوق. بص بقى الرز خطير، لون وطعم ومفلفل كده مش معجن. وتحطي بقى شويه البصل المحمرين دول، حاجه كده تفتح النفس بجد، خطير. شايفين؟ حطيته بقى في الحله اللي هي ايه تحتفظ بالحراره كده. هنا بقى كان عندي عيش اللي هو بتاع الشاورما، كنت عاملاه في البيت، يعني كنت عامله لهم شاورما يعني قبليها بيوم وكده، فكان موجود. فقلت بقى ايه، خليني ياخد من طعم الفراخ، وارص بقى عليه الفراخ، يعني اغطي كده بيه الفراخ يتنكه كده بطعم الفراخ، وبعدين ارص عليه الفراخ. بعد بقى ما استوت معايا الفراخ بدوب زبده، سيحي شويه زبده وحطي بقدونس مجفف خلاص، او اي اعشاب بتحبيها، وابتدي ان انتي ايه ادهني الفراخ بتاعتك، بيديها طعم ولون حلو بيلمع كده، بتبقى حلو. اوكي، حطي كمان توم باودر وبصل باودر والزبده اللي هي هتسيحيها دي، وحطي بقدونس، وابتدي ادهني الشيش تاوك بتاعك من على الوش كده بعد ما يستوي. في التقديم بيبقى الطعم وشكل حلو. هنا هبتدي اغرف بقى السلطه. تمام. عملت كام طبق كده من السلطة وكام طبق كده من الصوص. الصوص ده خطير يا جماعة، بحبه جدا. لما اكون كمان خبز عيش بقى زي عيش افغاني وكده، بيبقى الطعم خطير بصراحة. بصوا تغمسي بقى في الشيش تاوك وتاكليه، بالعيش تاكليه اللي يعجبك. شايفين؟ بس كده خلصنا الغدا بتاعنا زي ما انتوا شايفين. يا رب يعجبكم، ما تنسونيش في اللايك. اشوفكم مرة تانية في وصفة تانية. باي.